مساء الفل على كل الأهلاوية. طبعا مباراة ونتيجة سيئة. عارفين ان انتوا تعبتوا في كأس العالم للأندية وخدتوا المركز الرابع، وشرف طبعا للنادي الأهلي. الدوري المصري انتوا متصدرين الدوري المصري ومشرفين جمهوركم، واحنا بنشكركم كلكم. بس النتيجة بتاعت النهاردة ديت يعني 5-3، 5-2، 5-2 اهو، عشان التالت ما جاش. طب ليه يا جدعان؟ انتوا بتعملوا في نفسكم كده ليه؟ انتوا ابطال افريقيا وابطال العالم للانديه، تالت ورابع ابطال العالم. طب ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ يعني الواحد عايز يقعد يتفرج ويستمتع ويتفرج على مباريات حلوه وانتوا فريق كبير وفريق جمهوره كبير انتوا بتزعلوا الجمهور ليه؟ ومحمد الشناوي، يعني انت محمد الشناوي، انت خلاص مش عارف تصد بالنهار، بتصد بالليل بس. خلاص. والرجاله نازله دماغها مش فيها وحاجات، يعني استغفر الله العظيم. ولسه في حد بيدق بالهون؟ لسه في دق بالهون؟ ما في خلاط وفي كبه وفي حاجات. دق زي ما بيدقوا بالهون وبيصدعونا وبيعملوا لنا في السقف عمال يترج وحاسس ان البيت هيقع بيا. فارجوك ب... عشان الدقه بس، عشان اه فارجوكوا يا جدعان، يعني اللعيبه والناس اللي بتاخد فلوس كتير ديت، يعني فرحونا بقى. فرحونا اللي لابس احمر اهو، تيشيرت الاهلي والبندانه ولا معرفش دي ايه، جايبها برضو غاليه، وجايب علم مصر اهو ورايا. كفته دي كفته ولا ايه؟ ولا توم؟ طشه ملوخيه، الشهقه، بتعمل الشهقه. نسيتوني انا عايز اقول ايه. فانا كنت جايب 20 شمروخ، 25 يعني، عشان بحب احتفل بالاهلي. حظاظه الاهلي اهي، اهي جايب الكاميرا في الكاميرا اهي، حظاظه الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي وبندانه الاهلي، بس الاهلي من ورا عشان انا ما احبش اظهره قدام بعد ما بنتغلب. يعني اول ما بنتغلب في الماتشات ما احبش اظهره، عشان خاطر ايه؟ العين، ما حدش يتفرج على بتاع. فانتوا يا جدعان هم اللي مالهمش فيهم بيطلعوا يتكلموا واحنا معاهم. مش هتفرق، مش هتفرق. المهم ان ايه؟ ان انت اهلاوي من جواك، وعندك العزيمه، وعندك الحته اللي هي الاهلي يكسب. مش مهم يكسب بمين، بس المهم ان هو ايه؟ يكسب. طبعا الاهلي ما كسبش النهارده، والماتشين الجايين صعبين قوي قوي قوي. ومش عارف اقول ايه والله. احنا كان نفسي الاهلي يروح، بس هو شكله عايز يريح وعايز ياكل كنافه معانا في رمضان، وعايز ينتخ ويشرب لبن بالبلح بجوز الهند، ويشرب صوبيا، وينزل يشتري بوصه، ويجيب تمر بقى ورقسوس زيطه بقى، زيطه رمضان. فهروح بطوله هعمل ايه في البلد؟ ما انا عندي الدولاب مليان بطولات. يعني احنا عندنا الدولاب مليان بطولات. ف يعني مش مشكله ان البطوله دي تروح عادي، نحضر لها السنه الجايه بعد ما نفخد كده وننتخ ونقعد نشرب عرقسوس وتمر وبوظه وصوبيا وبلح باللبن وقمر الدين وكنافه رمضان وقطايف، كل الحلويات، ونتفرج على رامز جلال وكل المسلسلات اللي جايه، ونصلي ونصوم وشكرا ورضا كده. انا اعمل ايه في رمضان؟ انا قادر اجري
هو انا قادر اروح ولا اجي؟ انا مالي ومال القصه الدوري انا راجل، لا انا قاعد بقبض من نادي انا مالي بقى ومال البطولات؟ مش في فلوس جايه اجيب شويه تمر وشويه الاسس امشي نفسي؟ انا مالي ومال الجمهور؟ مالي ومال الجمهور؟ يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس هو انا طالع افضفض مع اخواتي واصحابي. وحوار الاستوريهات دي، انا باخد من الفيديو ده مقاطع وبنزل الاستوريهات على طول، عشان ايه؟ يوصل لعدد اكبر، عشان ما فيش حد بيشترك لي في القناه ولا بيعمل لي لايكات ولا حد بيعلق لي. اللي بيتفرج بيتفرج ويسيبني ويمشي، انا عارف. بس انا في امل، وفي شيرين، وفي هبه، وفي نجوى، في ناس كتير، فعادي يعني. بشكركم، واحب اقول للنادي الاهلي ان شاء الله ترجع بعد رمضان كويس وتفرحنا، ونرجع تاني نشجع ونرجع وما نزهقش، لان النادي الاهلي انا متحجب ولا ايه؟ ماشي. والنادي الاهلي ايه؟ يكسب ويلعلع، وكل سنة وكل الناس طيبة، وبشكركم كلكم والله العظيم، وبشكر الناس اللي ما بتعمليش لايكات بتتفرج وتمشي، بشكرهم برضه. وكل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم. الأهل حديد.